دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشين فيه مفيش حد مش معاه تليفون خالص. حتى الأطفال الصغيرين معاهم تليفونات، الناس الكبيرة معاهم تليفونات، أكبر فئة اللي هم الشباب معاهم تليفونات. طيب تعالى كده نسأل نفسنا سؤال، هل التليفون دوت مفيد؟ مفيد. طب هل التليفون دوت مضر؟ مضر. طب دلوقتي التليفون بقى عامل زي السلاح. هتقولي يا محمد ما تأفورش أوي كده، مش لدرجة سلاح. هقولك لأ، وأكتر من كده. التليفون بقى عامل حرفيا زي السلاح. السلاح دوت ممكن إن هو يحميك من أي خطر، وممكن إن هو اللي يقتلك. طب هل احنا في الفيديو دوت هنعمل ايه؟ هوضح لك ايه هي مميزات التليفون، وايه هي العيوب بتاعته، وازاي نستخدمه صح. مع طبعا استعنا بكتاب، الكتاب دوت موضحين فيه فكرة هنستخدمها في الفيديو. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهاردة بتاع تطوير الذات. هتقول لي ايه علاقة التليفون بتطوير الذات؟ هفهمك كل حاجة، ما تقلقش. المهم الفيديو النهاردة بجد انا بذلت فيه مجهود كبير جدا عشان اجيب لكم المعلومات. اصلا الفكرة ذات نفسها يعني ما جاتش بسهولة، فبجد انا اتوقع ان الفيديو النهاردة هيكون ضرب نار. انزل اعمل لايك سبسكرايب واعمل شير لاصحابك، تمام، عشان تفيدهم برضو بالمعلومات اللي في الفيديو دوت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. حتة كده على سبيل التشويق، الكتاب بتاع النهاردة اللي هنستخدمه مع موضوع الفيديو علشان يكون المحتوى بتاعنا افضل، وهو كيف تقطع علاقتك بهاتفك، للمؤلف كاثرين. والله ما عارف كاثرين ايه، بس هو يعني كاثرين حاجة، كاثرين برايس تقريبا، كاثرين برايس. المهم برضه عايز اوضح لكم حاجه، انا مش واخد فلوس عشان اعمل الكلام دوت او كده. انا بس بجيب لكم كتاب بيكون بيتكلم عن نفس الحاجه في الفيديو، وبعمل لهم دمج كده، تمام، علشان اوصل لك المعلومه بطريقه افضل، ونفهم الموضوع بطريقه اوسع، والمحتوى يبقى افضل. لكن انا والله ولا واخد فلوس ولا اي حاجه، عشان بس ايه محدش يقول ده اعلان للكتاب او الكلام دوت، تمام. يلا بينا نبدا الفيديو. نبدا بالمميزات، واول حاجه الاتصال والتواصل. تعالوا كده نرجع بالزمن قبل اصلا ما يكون النت ما يكون موجود، او قبل التليفون ما يكون موجود. كانت الناس بتتواصل مع بعض ازاي؟ لا اما الشخص دوت معاك في نفس المكان، او ما بينك وما بينه سكة ربع ساعة تلت ساعة في الشارع اللي وراك بعيد عنك سنة تعرف تروح له. لكن لو انت في محافظة وهو في محافظة تانية، فانت مضطر ان انت تسافر له، او بقى حمام الزاجل، او الرسائل اللي هي بتتبعت عن البريد والكلام دوت كان قبل التليفون. بعد التليفون ما ظهر، انت ممكن لو حد في امريكا وواحد تاني في استراليا عادي ممكن تكلمه بضغطة زر واحدة بس، خلاص كلمته وتواصلت معاه. ممكن تعرف حاجات عن العالم كله عن طريق الاخبار، واي حاجة بتحصل العالم كله بيعرفها. ديت حاجة احنا ما كناش نعرفها قبل التليفون. بعد التليفون بعد ما ظهر يعتبر ايه، ربط العالم كله ببعضه. بقيت مثلا لو انت في الشغل وعايز تتواصل مع الناس بتوعك، هتكلمهم الشغل عامل ايه، في كذا كذا، صلحوا بكذا، الموضوع خلص. انت مش مضطر تروح لحد هناك. حد من قرايبك مثلا بعيد ممكن تكلمه عادي جدا. فديت ميزة كويسة جدا. تاني ميزة الوصول للمعلومات. قبل التليفون علشان توصل لمعلومة لازم تجيبها من الشخص دوت عارف المعلومة. او والله كان في ناس اسمع يعني ان كان في ناس بتسافر بلاد عشان تعرف معلومة، بس يعني اللي هو معلومة تسافر بلاد، انتوا متخيلين؟ بعد التليفون بقى انت عادي تفتح التليفون جوجل كذا كذا كذا، خلصت الموضوع خلص. وفي بدل الوصول للمعلومة كذا معلومة، وفي برامج كتير جدا بتساعدك انك توصل لاي معلومات. وعلشان كده على فكرة انا شايف النقطة ديت من وجهة نظري ميزة وعيب في نفس الوقت. ليه؟ هقولك. لان مع كثرة ان المعلومات بقت سهلة اوي انك تجيبها. يعني مثلا انت عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف مثلا ماتش النهاردة، تمام؟ ابسط حاجة، ماتش النهاردة كام؟ هتفتح على جوجل ماتش النهاردة كام. عكس الاول بقى كنت بتستنى لما حد يروح ويعرف ويرجع يقولك. مع كثرة المعلومات الناس اصلا بقت تكسل ان هي تعرف المعلومة.
اللي هو ايه، المعلومه ديت ما هي كده كده موجوده على النت، هستفاد ايه يعني؟ فاهم؟ مع كثره سهوله ان انت بتعرف المعلومه، بقى الناس مش بتفتحها اصلا، يعني مش عايزين يوصلوا للمعلومه اصلا. فانا بشوف ديت ميزه وعيب، بس هي في دلوقتي يعني الاصح ان هي تكون ميزه. واخر ميزه معانا النهارده، وديت اصلا لها علاقه كبيره بهدف الفيديو، وهي الابداع. التليفون خلى فيه ابداع كبير، ومع ظهور حديثا الاي اي. بصوا يا جدعان، الاي اي دوت يعني عايزين نعمل له حلقه كده لوحده، بس هنتكلم فيه يعني بسرعه بس في النقطه ديت. تمام؟ كان الاول انت مثلا تكون محتاج مصمم عشان يعمل لك صور، او مثلا كنت ما تعرفش تتكلم، اخرك تتكلم جوجل. تمام؟ مع ظهور الاي اي انت بقيت ممكن تقول له اي حاجه باي افكار وبيرد عليك. والفكره انك مثلا قلت له دلوقتي لخص لي الكتاب الفلاني، يلخصه لك كانك بص قرات كل تفصيله فيه. فاهمين الفكره؟ ملخص اي افلام، اي مسلسلات. عايز مثلا افكار لشغلك، عايز لوجو، كان ديت شخص مسؤول ان هو بيدرس مثلا عشان يعرف لوجو ازاي يصممه، ازاي يخليه ابداعي. دلوقتي مع ضغطة زرار واحده يظهر لك كذا واحد، واللي انت عايزه بقى اختاره. فالاي اي زي ما هو ميزه، برضو عيب ان قلل شغل البشر، بس انا من وجهه نظري ده ميزه كويسه جدا، علشان خاطر الشخص اللي كان بيعمل لوجو مثلا وخلاص مبقاش موجود، ده مثال يعني. في حاجات كتير طبعا الاي اي عملها، تمام، هيحوله ان هو بدل شخص كده يتطور اكتر ويعرف يستخدم الاي اي لصالحه. نخش بقى على عيوب. واخر عيب يعني على سبيل التشويق برضو دوت، يعني هيفيدكم جدا في حاجات كتير في حياتكم. تمام؟ اول عيب وهو الادمان. مع ظهور التليفون في ناس كتير جدا بقت تدمنه، خاصة العيال الصغيرة والشباب بقوا يدمنوه بطريقة، يعني ممكن يكون اول ما يصحى يتفرج على التليفون، قبل ما ينام يتفرج على التليفون. وانا بقى مش ملاك وبتاع، وانا طلع انا برضو كده. تمام؟ وهو البشر كلها كده، او الا قليله جدا من البشر اللي مش بيعملوا كده. فعشان ما تفتكرش بس ايه ان انا بقول لك كده يبقى بس انا اللي، لا لا، مفيش الكلام ده، انا زيكم وبحاول برضه اسيطر على الموضوع. الادمان ده بقى بيعمل ايه؟ اول حاجه بيأثر على علاقاتك الاجتماعيه. يعني انت قاعد على طول معاك تليفون، فمش بتكلم حد، فمش بتتواصل معاهم، فمش بتقعد تتكلم اصلا. فدوت بيسبب لك عزله، وبيخليك منعزل، وغيرك برضو منعزل، وغيرك منعزل، فما يبقاش فيه تواصل اصلا. فالادمان دوت حاجه يعني حاول تقلل منها. فاهم؟ اي عيب هقوله لك حاول تقلل منه وتظبطه وتعمل توازن في الموضوع علشان تفيد نفسك. وكمان الادمان دوت بيأثر على الصحه العقليه. انت طول ما انت عمال تتفرج على حاجات، كل دوت مجهود على عقلك جبار، انت مش متخيله، مش متخيل اصلا عقلك علشان يشوف الصوره ديت عمل ايه. فالموضوع هيأثر برضو كمان صحتك النفسية. فاوعى من الادمان التليفونات. تاني عيب معانا وهو التشتت. انت وانت ماسك التليفون طول يومك، اول ما بتصحى قبل ما بتنام، في شغلك وانت في الشغل، كل ما يجيلك نوتيفيكيشن، كل شويه يجيلك نوتيفيكيشن، دوت بيسبب لك تشتت وقله تركيز بطريقه انت مش متخيلها. وانت لو بتذاكر وجنبك التليفون وكل شويه يجيلك نوتيفيكيشن، انا برضو مجرب الحوار دوت، هتسيب المذاكره وتمسك التليفون مهما كنت شخص جامد. لا لا، بس بقول لك ايه، انا بص انا مش هعمل الكلام دوت، انا مركز في مذاكرتي، تمام، ماليش دعوه باي رسايل. صدقني والله انا برضو كنت بقول كده، تمام، بس كانت في اوقات لا انا عايز اشوف الفضول، ايه الرساله ديت ايه. فاهم؟ دوت برضو لو انت في الشغل نفس الموضوع. فالعيب دوت بيقلل التركيز بطريقه كبيره جدا. تالت عيب ودوت طبعا ناس كتير عارفاه، زيادة العزلة. زادت كتير جدا مع ظهور التليفونات وقل التواصل مع البشر. فالحاجة الصح انك تعملها في العيب دوت انك تقلل استخدام التليفون، وتبدأ تتفاعل مع الناس اكتر وتتكلم معاهم اكتر، وتخلي في حياة اجتماعية اصلا اكتر. اخر حاجة في العيوب، وديت انا عايزك تاخدها كعيب وكميزة، تمام، وتطبق اللي يفيدك في حياتك. يعني هو ده النهاية، هو ده اصلا هدف القناة، تمام، وهو اقرأ الكتاب كيف تقطع علاقتك بالتليفون للكاتب كاثرين مش فاكر ايه برضه. تمام؟ الكتاب ده بجد لما تقراه هيوضح لك قد ايه الناس اول ما بتصحى بتمسك التليفون، وقبل ما تنام بتمسكه، ودوت ناس كتير
ازاي بقى تعمل كنترول على الموضوع وازاي تستخدم التليفون لصالحك. فاقرأ الكتاب علشان تعمل كنترول لاستخدام التليفون في حياتك. طيب كده احنا خلصنا المميزات والعيوب، نخش بقى على النقطة المهمة جدا اللي انا عامل الفيديو عشانها اصلا، وهي ازاي نستخدم التليفون صح. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنحدد وقت للاستخدام. وهو معلش مش هينفع نستخدم التليفون 8 10 ساعات في اليوم، تمام، ونبعد بقى والعزله وبتاع والكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه. لا ما ينفعش، هنحدد وقت نستخدم فيه التليفون، مش وقت اللي هو ساعه تمام من 1 ل2 ماسك التليفون وباقي اليوم مش ماسكه. لا، مثلا لو انت بتمسكه 8 ساعات، لا انا همسكه 5 ساعات في اليوم يا محمد. بس كده الموضوع هيبقى برضو كتير. تمام كتير، بس لما من 8 ساعات ل5 ساعات، ومن 5 ساعات بعد كده تقلل، احسن من 8 ساعات لساعه واحده. هتلاقي نفسك غصب عنك بتمسك التليفون، ويوم على يوم هتنسى اصلا كلام الفيديو ده كله، تمام، وهتمسك التليفون برضو. فقلل النسبه اللي انت بتستخدمها للتليفون، حاول تقلل فيها واستخدمه على مدار اليوم. يعني مثلا اول ما تصحى 5 دقايق، كمان شويه 5 دقايق، فاهم؟ يعني الموضوع على حسب انت حياتك ماشيه ازاي، اذا كان شغل او دراسه او الى اخره، تمام. بس قلل استخدام التليفون علشان هيفيدك في صحتك النفسيه وصحتك العقليه. تاني نقطه، حول الشات لواقع. بصوا، انتوا فايتكوا جمال وروعه في الدنيا كبيره جدا، بس انتوا ماسكين التليفون ليل نهار، اللي مسبب لكم الحوار حاول تخلي الشات انت بتتكلم مع حد، تمام، حاول بقى الواقع. ازاي؟ انك تقابل الشخص، تتكلم معاه، تهزر معاه، تشوف هو بيتعامل ازاي، ردة فعله عامله ازاي. الشات كله بيكتب كلام، تمام، وفي ناس كتير جدا بتتكسف تقول كلام في الواقع بس بتقولها في الشات، بتخاف تقول كلام في الواقع بس بتقولها في الشات، تمام. فاصلا الناس اللي تعرفني شخصيا هيعرفوا ان انا مش بحب الشات على قد ما انا بحب الواقع، ونقعد كده ونضحك ونهزر ونتكلم احسن بكتير جدا من شات اللي هو انا مش عارف اصلا انت بتتكلم تعبيراتك عامله ازاي، مبسوط بالكلام ولا زعلان ولا الى اخره، تمام. فحولوا الشات لواقع، صدقوني ممكن يكون الموضوع بسيط، بس لما تعملوه هتشوفوا فرق كبير جدا في حياتكم. تالت نقطه معانا، برغم كل العيوب اللي احنا قلناها على التليفون ورغم كل المميزات، بس حاول تسيب التليفون شويه وتستمتع بالحياه. تستمتع بالحياه ازاي؟ في انشطه، في هوايات، في حاجات تتعمل في الدنيا، في شغل، في مذاكره. يعني ما تحاولش تخلي التليفون هو حياتك بقى كلها، تمام، ومعاك طول اليوم. حاول تستغنى عنه شويه وتعمل شويه هوايات وتستمتع اصلا بالطبيعه اللي موجوده، تمام. هيفيدك برضو في صحتك العقليه وصحتك الجسديه جدا. رابع نقطه معانا، وديت برضو احنا ممكن نسيب لها حلقه لوحدها، تمام، بس هنتكلم عليها هنا بسرعه. قلل استخدامك للتليفون بالذات بالليل. انت قبل ما بتنام حاول ما تعرضش عينك للاشعه بتاعت التليفون، تمام، بنسبه كبيره. طبعا دلوقتي اي حد بيسمعني وانا منكم اصلا، يعني فاهم، انا منكم برضو، ما تقولش بقى ان انا بتفرج عليه وبتاع، انا منكم، تمام. اللي هو قبل ما تنام بتكون ماسك التليفون اصلا وبتسيبه، خلاص كده انت نمت، تمام. انا كنت كده برضو، بس دلوقتي بحاول اعمل برضو توازن عن الموضوع واقلل الموضوع زي ما انا برضو بقول لك قلل الموضوع لان الاشعه بتاعت التليفون لما بتبص لها وبعدين بتنام بتاثر عليك وعلى صحتك العقليه بطريقه انت مش متخيلها خالص. والموضوع يعني ليه جزء علمي اكبر بكتير، بس عامه يعني الخلاصه في الموضوع علشان ما نطولش في النقطه قلل استخدام تليفونك بالليل علشان هيفيدك وانت نايم، تكون نايم نوم صحي اكتر. اخر نقطه معانا في فيديو النهارده، ازاي تستخدم التليفون صح. والنقطه صراحه يعني انا عايز اتكلم فيها شويه، استنوا لحد دلوقتي في الفيديو. انا عايزكم تسمعوا الكلام بتركيز، بعقل جامد جدا، تمام. تنتبهوا للكلام كويس. بطل تمشي مع القطيع. بصوا، دلوقتي في حاجه بتحصل وهي ايه؟ ان الناس كلها بتحب تقلد بعض. ازاي؟ مثلا انا دلوقتي بصور فيديو، تمام، خلصت تصوير الفيديو، عملت ستوري انستجرام، انا والله كلت، خلصت ستوري والله انا نازل،
خلصت انا رايح النادي، خلصت النادي انا خلصت النادي، انا رايح اتفرج على فيلم. اصبح حياتي بقت قدامكم 24 ساعه. تمام. فانت لما تبص على حاجات زي كده، ده شخص كويس، يا ريتني برضه تبقى حياتي كده، يا ريتني والله تبقى حياتي كده. فتبدا تعمل نفس الموضوع وتشارك حياتك كلها بكل تفاصيلها على النت، فغيرك يعمل زيك، فغيره يعمل زيه، وهكذا بتمشي في سلسال. وفي النهايه اصلا يعني انت ما شغلتش دماغك بنسبه 1%. تشارك حياتك ليه مع ناس؟ ممكن ناس تقول لك احب اعمل كده ومش عارف ايه. الموضوع ليه حاجات كتير ونقاشات كتير، بس بطل تمشي مع القطيع اللي هم بيشاركوا حياتهم عمال على بطال في حاجات ملهاش اي لازمه. يعني انا كده بقى ابعد عن التليفون وبتاع وما شاركش حياتي والكلام ده؟ لا، مش كده خالص. شارك حياتك برضو بس بعقل، فاهم؟ يعني مش اي حد يعمل مثلا تيك توك على اغنيه. افهم الاول الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، فاهم؟ يعني حاول تشغل دماغك شويه في الحاجات ديت، عشان في فيديوهات كتير جدا بيبقى الكلام بتاعها يعني مش محترم بالمره. تمام. والناس بتعمل عادي، وبنات وولاد، وانا متاكد مليون في الميه ان في 75% من اللي بيعملوا دولت مش فاهمين اصلا الكلام دوت بيتكلم عن ايه. فبطلوا تمشوا ورا القطيع، بطلوا تمشوا ورا القطيع، وشغلوا مخكوا شويه وانتوا بتعملوا اي حاجه في حياتكم، وخلوا الموضوع متوازن. زي ما انا وضحت لكم، التليفون ليه مميزات كتير جدا وليه عيوب كتير جدا، اكتر كمان من اللي انا قلتها. يعني ليه مميزات اكتر وليه عيوب اكتر من اللي انا قلتها. تمام. بس في النهايه انا عايزك تعرف حاجه، الحاجه ديت هتفيدك في استخدامك للتليفون وفي استخدامك لاي حاجه شبيهه للتليفون، وهي كسلاح في حياتك. حاول تخلي استخدامك للتليفون يكون مفيد ليك، تمام، وما يأثرش على صحتك النفسية أو الجسدية أو العقلانية. واعرف إن الحياة جميلة جدا وفيها حاجات كتير جدا كويسة ومليانة جمال وروعة، بس انت اللي دافن نفسك قدام التليفون. تمام. اعمل توازن ما بين كل حاجة في حياتك، وخلي استخدامك للتليفون يكون يفيدك ما يكونش يضرك. وبس كده، وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو استفدت من الفيديو ولو 1%. انزل اضغط لايك وسبسكرايب، واستنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله باذن الله. الفيديوهات اللي جايه ضرب نار، فيديوهات كتير جدا، فاتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه. الى اللقاء في فيديو اخر. سلام.